ننتقل بقى لمين؟ لزينب ولزوجها زيد. شوفوا بقى الرياضة الإيمانية بقى اللي على أصلها. كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه، زيد ما جاش ليه؟ فذهب مرة فرأى زينب، فلما دخل عليها ووجدها كده مشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه، وهي كانت يعني كويسة كده، قال تبارك الله أحسن الخالقين. زي ما تشوف بنتك لابسة حلوة تقول ما شاء الله، ايه الحلاوة دي، ايه الله، مش ده اللي بيحصل؟ وبيفتح نفسها من الحاجة اللي عملها فيها الأول، انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعدة على مضض، فالراجل بيفتح نفسه. طبعا فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لي تبارك الله أحسن. فقال لها يا زينب ما احسن لي يكون الرسول يعني انت جيت في قلبه، اطلقك يا زينب ورسول الله يتجوزك. قالت له اوى اذا طلقتني اتزوجني رسول الله؟ المساله كلها زي كلام بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم. انما شوف الرياضه الايمانيه، شوف الرياضه الايمانيه. الله ايه اولا قلبها وايه وقلبه. سيدنا زيد بيقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه مين؟ زينب. اللي ربنا بقى بيقول عليها ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فيروح لما بيقول له اسيبها، يقول له امسك عليك زوجك، امسك عليك ايه؟ زوجك. وبعد ذلك شوف بقى الرياضه بقى رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العده، فلما قضت العده اشار لزيد قال يا زيد اذهب الى زينب فاخطبها عليه. الله، لا ايش الحكايه دي؟ دي ايه العظمه دي؟ الرسول يجيب المطلق ويقول له روح للمطلقه واخطبها عليه، يعني مساله مش ده واثق من ان زيد ما فيش في باله لانه قضى وطن، مش خلاص انتهت المساله ما فيش يعني. فلما يدخل يروح لا يقول ابشري يا زينب. ايه يا اخويا الكلام ده؟ رسول الله يخطبك. فقالت والله لا اجيب حتى اسجد لله. وقامت ايه؟ فلما ذهب زيد واخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان. فازاي يدخل عليها بلا استئذان؟ ده لسه ما حصلش حاجه. قال لا ده حصل. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها اذا فالتزويج قد وقع. يبقى يدخل عليها بلا استئذان لان التزويج ايه؟ وهو لذلك كانت ستنا زينب لما تقعد وسط الستات بتوع النبي زوجات النبي، شوف الرياضه كلها رياضيات كلها مع تقول لهم انا افتخر عليكن جميعا بان انتم تزوجتم باوليائكن، يعني اولياءكن هم اللي زوجوكم للنبي، ولكن انا زوجني ربي. ايش العظمه؟ يقوم هم ما حدش يقدر يتنفس. صحيح.